السلام عليكم ورحمة الله. النهارده إن شاء الله مع الشيف أحمد عبادة هنشوف طريقة عمل المهلبية في الأفراح. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. بص يا سعيد، احنا معانا هنا 40 كيلو لبن، احنا النهارده في عقيقة في كرموز، تمام؟ احنا النهارده في كرموز في شارع 12 متفرع من شارع النيل، تمام؟ بس كده احنا هنا في كرموز يعني كرموز هنا منورين طبعا. الشهر ده احلى راجل في الدنيا بنجيبه على طول احنا في فوائزنا وافراحنا كلها، واحلى طعم اكل في الدنيا. ابو شهد احنا هنا في كرموز اسكندريه عند الحاج ناصر عبد النبي، عقيقه اللي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كده عقبال عندنا في الافراح جميعا. ابو شهد احلى اكل في الدنيا، وشرفنا ومشرف اللي بيجينا. منورينا كلهم، الله يجزيك الصحة والعافية. بص يا سعيد، النهارده احنا معانا عقيقة ان شاء الله، معانا ذبيحة كبيرة يعني صافي لحوم بعد الشغل بعد التشفيه والكلام ده كله والصدق والكلام ده كله، هتعمل لها في حدود 350 كيلو او 300 كيلو ما شاء الله الشيف. ان شاء الله. يعني هم عاملينها لوجه الله، كل فتره كده مولود بيجي بتتعمل العقيقه ديت، بتبقى الوجبه عباره عن سيرفيس، في الرز، في صباع الكفته، في حته اللحمه، صباع الكفته، وفي صباع محشي كوسه، صباع محشي ورق عنب، في صباع ممبار، في حته جلاش باللحمه المفرومه. 5 حاجات بيبقى في السيرفيس، والمعلقه بتطلع لوجه الله، ما حدش بياكل هنا. يعني كلها 800 وجبه 900 وجبه بتطلع لوجه الله للناس. بتيجي مثلا عربيه تقف، او اللهم صل على النبي، توك توك يقف، كرتونه المال مثلا فيها 70 وجبه 80 وجبه، بيطلع الحته الفلانيه يوزع فيها ويجي. دي الناس كده ده شغلها هنا كله، تمام؟ فالنهارده ان شاء الله هم عايزين يعملوا مهلبيه. المهلبيه احنا معانا 40 كيلو لبن، تمام؟ معانا 15 كيلو سكر، بص كده وصعالي. احنا معانا كريم شانتيه، تمام؟ معانا نشا، معانا النشا اهوت بنضيف على الكريم شانتيه اهو، تمام؟ وبنديله الروائح بتاعته، يا روح موز او روح برتقال، حاجه من الاثنين، والفانيليا. يعني يا روح موز يا روح برتقال والفانيليا، الفانيليا ده عامل مشترك، تمام؟ ايوه. وممكن مساعدي مثلا يعني اهو حاجه بسيطه من البرتقال، وممكن برضه ايه حاجه بسيطه من الموز معاه، لان ده مركز جدا عشان ريحته ما تبقاش فايحه في الشغل، لما تيجي تاكل تحس انت بتاكل روايح. ايوه. فاهمني؟ يعني الحاجه تكون ما تبقاش مرغوبه الشيف لما تبقى زياده. الحاجه ما يعني تبقى معقوله يعني طعم. مظبوط. وممكن ايه برضه تجيب ميه ورد وتحط بدلها، تمام؟ يا دوبك حاجه بسيطه اهو والفانيليا برضه. خش على الجسم بالسكر بتاعك، اتفضل على الله. بص كده صعيد، يا دوبك فانيليا سايل، حاجه بسيطه خالص يا شيف، يعني مركزه جدا، يعني كترها يمرر الشغل. اكيد. بس انت بتاخد حاجه مره، تمام، غير الفانيليا اللي هي البودره. تمام؟ دول كده صعيد هنديهم ميه ونقلبهم يفكهم. ساعه اللبن ما يبدا يشتغل وياخد سكر ويبدا يغلي معانا، هننزل بالنشا. لازم يغلي طبعا. لازم يغلي عشان يشد معايا بسرعه. بص كده الفورمه بتاعتنا، احنا جايبين فورمه على قد الوجبه بالظبط. دي لها غطا، ده احنا حاطين فيها كمبوت خوخ وكمبوت اناناس وزبيب، مش مكترين. ايوه، تمام؟ حاجه بسيطه. الفورمه يا دوبك على قد الفرد هتنملي. بص كده دول 900 فورمه على قد الناس اللي هتاكل، او الناس اللي هيتوزع لها الاكل ان شاء الله يعني. والف هنا وشفا. بص كده يا دوبك هي على قد الفرد بس، وتتغطى الصبح ان شاء الله بعد ما تبرد خالص، وتتوزع. يبقى السيرفيز زي ما قلنا كده من الوجبات اللي فيه والحاجه اللي فيه بطبق الكريمه، وتتوزع لوجه الله. تمام؟ هذا اللبن هنديله السكر بتاعه، وساعه ما يغلي واخد بال حضرتك هنبقى معاك برده واحده بواحده. يعني نقول المقادير برضه يا شيف. 40 كيلو لبن، انا معايا 40 كيلو لبن، معايا 3 كيلو نشا، ومعايا 2 كيلو كريم شانتيه، تمام؟ ايوه. بدون اي الوان ولا كاستر ولا شربات ولا لا، هي مهلبيه صريحه، عايزينها لونها ابيض. انت ممكن تحط عليها كريم شانتيه وممكن تحط كريمه لبانه، بيخلوا طعم المهلبيه في مكان ثاني خالص. بيخلي تيست عالي يعني. مش نشا بس مثلا ولبن وسكر، لا. تمام؟ كريم شانتيه بالذات ما شاء الله يعني. تمام. او الكريمه اللبانه. ايوه. هنا الصراحه الناس اي حاجه بنعوزوها كله بيوفروها معانا. كل زي ما انت شايف الكشف ما شاء الله. كل حاجه متاحه. هم بيعملوش اصناف كتير، بس بيعملوا وجبه تشبع. حاجه الناس تاكلها بالهنا والشفا. حاجه كويسه. الوجبه دي بتتعمل للناس الغلابه بس فقط لا غير. تمام. واحنا مع حضرتك واحده بواحده بعد اللبن ما هيغلي ان شاء الله. يعني يرفع الشيب بعد ما نحط ال 15 كيلو سكر. لازم يغلي. وبعد كده ننزل بقى ايه بالكريم جانتين. وعامه في الصيف بالذات بندي اللبن بودر، بيكنج باودر،
بيكنج باودر يا دوبك ربع تذكره او معلقه صغيره بحيث انه ما يروحش مني في الاماكن الحاره زي اللي احنا شغالين فيها. تمام. انت عارف الصيف في مصر السنه دي صعب شويه. صح. فطبعا اللبن ممكن اللي يبيعوه لك يدي لك منه بايت على صابع. اه يجي اول ما يشم ريحه النار يروق منك. يبقى يجي هو الزبون الشغل. يقول لك اللبن راح، هو مش ذنبك. هو مش ذنبك. بس لازم ناخد بالنا برضه. بس لازم ناخد تعمل له اختبار بمعلقه مثلا على النار. أيوة. الرب يقول له يا حاج والله اللبن ده ما ينفعنيش، انا عايز لبن تاني، اللبن ده هيروح. صح، لان هتبقى كميه هتبقى خسارتها كبيره برضه. اللبن الكيلو ب 40 جنيه دلوقتي ب 30 جنيه. مظبوط. واخد بال حضرتك؟ فاحنا دايما بندي ايه؟ سنه بودر، سنه بودر علشان ما يروحش مننا في الشغل. تمام. ماشي؟ بص كيلو عليه. كده اللبن اهو بعد ما غلى. اللبن بيغلى ولازم يغلي كيلو عليه، ما ينفعش ينصب فيه كده. تمام. بسم الله. بص احنا بننزل واحده بواحده، بص اكن حنفيه مفتوحه يعني. احنا في الصنعه بنقول عليها ايه؟ نازل سرسوب، فاهمني؟ يعني ايه؟ شويه بشويه يعني، مش كميه كبيره. ايوه. لان لو نزل كميه كبيره مع النشا مع السخونيه دوت يجي مكلبش على طول وماسك. بص اهو لازم واحده واحده. ودايما يا علي اللبن المتلج لما بينزل ويبدا يغلي التلج والتفريزه بتنزل في الارضيه، احنا بنقول عليها في الصنعه اللبن بيلدع او بيشيل، بتنزل في الارضيه. فدايما لما يكون في لبن متلج ما بنعليش عليه النار، وبالكبشه ما بنخليش ولا بنجلي، ما بنجيبش الارضيه خالص عشان ما يقعرش يا شيف. ما بنجيبش الارضيه عشان ما يطلعش اللي في الارضيه. يا دوبك بس ايه على العايم كده، ولا بنجلب في اللبن. تمام. طبعا طريقه المهلبيه سهله جدا يا شيف احمد. هي سهله بس فيها تكات بسيطه يعني زي الكريم شانتيه، زي الكريم اللباني. دي اضافات يا شيف ينفع نستغنى عنها ولا ما ينفعش؟ اللي هي الكريم جانتين والروايح. عادي، في ناس ما بتحطوش، بس هو يعني خلي الحاجه احسن يعني. في مكان تاني شويه. خلي لها طعم كده افضل. طبعا. تمام. يعني في ناس بتعملها بلبن بسكر بنشا وخلاص. وشكرا على كده. في ناس بتحط حاجات تانية تريكات، بس كل واحد لسه طبيعته ونشأته ما هوش زي العادية. بس هي دي الطريقة الصح وهتدينا تيست يعني عالي وحاجة كويسة. هي صح، واخد بالك؟ وفي برضه ابتكارات ناس تانية بتحط حاجات تانية، واخد بالك؟ بس احنا دايما بنعمل الحاجة اللي بتعجب الناس، اللي بتعجب الزبون. واخد بالك؟ لأن صناعتك كل ما بتبقى نظيفة وكل ما تبقى كويسة وشغلك حلو، ربنا بيرزقك بالشغل على طول، الشغل يجيب لك شغل، الشغل يجيب لك شغل على طول. مظبوط يا شيخ. طبعا احنا بنقلب المضرب واحده واحده عشان ايه؟ برضه بننزل بالشفشق واحده واحده عشان ما تخرصش مني. احنا ممكن نقلب مره واحده تيجي مكلبشه على طول زي الجبس. ما ينفعش طبعا. لازم عشان ما تخرصش. المضرب ما بيخليش حاجه تخرز، اللي ينزل يفك اول باول اول باول اهو. ولازم تقليب مستمر كده. على طول اهو. اللهم صل على النبي، بالك فين وشوف. صل على النبي. طب وبالنسبه للناس اللي بتبقى عايزه تخليها ملونه شيف، احمر او اصفر او كده، يعني انا مثلا لما بنعوز نلونها يا ممكن نحط لبن ابيض على جنب ونجيب النشا نحط عليه شربات قهوه لانه بيبقى مركز جدا ولون احمر جميل. وفي ناس بتجيب جيلي سواء جيلي بالفراوله او جيلي بالمشمش. تحط واخد بالك، بس بعد ما بتعمل الكاستر تمام وتاخده في حله ثانيه وتفضي عليه وتقلب بيديك لون، بس طبعا اللون اللي بتاع الجيلي غير لون الشربات. ايوه واخد بالك. وبرده كذلك عصير المانجا نفس النظام، المانجا المركزه تمام. برده بتجيب اللبن الابيض وتديله سكر وكل حاجه واخد بالك، وتدي النشا وكل حاجه، وبعد كده تنزل بالشربات. وفي ناس بتنزل بالشربات على النشا برده وتصب، بس يفضل ان هو يبقى اصلا في الحل، عشان لو اتفضل النشا عليه شربات مش هينفع خلاص هيتكب، مش هيبقى حلو. عشان التهدير الحاجه، بس حاجه الناس ما تتهدلش تبوظ وتترمي ده. وفي ناس بتحط الوان صناعيه، بس الافضل طبعا الطبيعي. طبعا يعني مثلا عندك الشربات، عندك العصير، عندك الجيل الالوان. نلون بيه ويبقى صحي. نلون بيه ويبقى سهل وخفيف. ويبقى صحي شيف. هو عامة احنا عندنا مثلا في منطقتنا في ايطال بارود في البحيرة بنعمل كاستر دايما، ما بنعملش لا مهلبية بيضة ولا الوان ولا الكلام ده. دايما بنعمله كاستر، بس حسب طلب الزبون، مثلا اعمل لي كذا وكذا، ما فيش حد تقول له لا ده بيضة، لا اعمله اللي هو عايزه. بس لو على اللي انت هتعمله لو الزبون طالبه وحاجه هيتهدر منها او هتبوظ على طول وجهه بتقول له طبعا، قول له والله ده بيحصل 1 2 3 انا هنعملها لك، بس ما تلومنيش لو حاجه حصل لها حاجه، عشان هي في واحد كذا كذا كذا. صح. جاوب معاك واقتنع بكلامك ولقاك راجل صنايعي وفاهم وعايز تحافظ له على حاجته خير وبركه. ما جاوبش معاك خلاص اعمله اللي هو عايزه. صح براحته بقى. طبعا. اصل انت بتبقى في الشغل ميسر مش مخير، ما بتختارش اللي على مزاجك وتعمله. ايوه. يعني انا مثلا بنروح نكتب الكشف للزبون
بنيجي بس عند مكسرات الرز، والله يا حاج نعمل لك رز مكسرات ولا عادي، هو حسب ظروفه بيختار. صح. يقول لك مثلا لا ما تعمليش مكسرات، انا ظروفي على قد، لا اعمل لي مكسرات، فاهمني؟ صح. كل واحد حسب ظروفه. ما تروحش بقى تملى الكشف للناس وتدي له كشف مثلا للشيء الفلاني، وبتوجهه تقول له الصح كذا والمعقول كذا عايز تزود لا يصح الا الصحيح. ايوه يا شيف. بنعرف قوامها امتى بقى يا شيف؟ نعم. بنعرف قوام المهلبيه ان هو بقى يعني مظبوط امتى؟ بتتقل معاك بتتقل معاك، بص اهي بدات تتقل معايا اهي، بدات تتقل. طبعا هي كده برضه عاليه، هنسيبها تغلي شويه لحد ما تشد معايا على النار شويه. تغلي بقى كده خلاص يا شيف. خلاص بقى تدي مع نفسها شويه كده بحيث تربط معايا كمان شويه على النار اهو. يعني كده قوامها كويس؟ لا قوامها مش كويس لسه، تشد وتربط على النار شويه كده خفيف. انا ممكن نصبها كده، بس لو المكان حر هنصبح الصبح مش هتبقى رابطه معايا، او القوام بتاعها مش هيبقى القوام اللي انا عايزه، هتبقى خفيفه. لازم مش تشد كويس شويه مش معايا لازم تشد شويه، ليه المكان اللي انا فيه حر. تمام. فلازم نزود النشا يا شيف. لازم نزود النشا يا شيف. ايه؟ لازم نزود النشا. طبعا. نشا بالكريم شانتيه او الكريمه لبانه او نشا بس. اهو بص بدات تشد معايا، بدات تدبل اهي. حلوه حاج ياسر كده. كده قوامها حلو يا شيف؟ بص كده. كده بقى لما تبرد هتبدا اكتر، كده انا مش عايز نديها نشا بزياده بحيث اللي ياكل ما يحسش انه بياكل زي نشا. يعني طول ما انت بتاكل تحس انت بتاكل نشا، ما ينفعش كده. حلوه خالص، مع تبرد تشد اكتر. يعني انا ممكن نديها عن كده وهتتقل معايا، بس لما تبرد تحس ان انت بتاكل ايه يعني، ما تبقاش احسن حاجه، مش عايز تبقى جامده خالص. هتبقى جامده وتقيله. تمام. واخد بالك؟ زي لكن هي كده اللي بياخد جيلاتينه بزياده تحس ان انت المعلقه مش راضيه تقطع فيه. مظبوط يا شيف. كده هيطلع مخرزه ولا حاجه خالص وزي الفل. هتتصب دلوقتي في الفورمه وتساب ساعتين ثلاثه تبرد وتتغطى. بص هنا ساعات شويه كده عشان كده. نضيف جوز هند يا شيف. كده جوز الهند اهو. لازم تتفرف كده عشان ما تنزلش وما تنزلش تخر السكينه. بص كده اهو. انا ممكن نديها كده وممكن نديها على الوش هناك، بس مع انا الفورمه مع الصب بنفضل ما نكترش جوز هند ونديها على الوش. ليه؟ جوز الهند ممكن بيعمل ايه؟ زي فاصل بين الكريمه وبعضها ويخليها تخرز او يخليها تفصل، يخليها تفك من بعضها وتعرج معايا بسرعه. تعرج يعني تفك خالص. تمام. الوص بيعمل عازل بين الكريمه وبعضها لما تنصب، بس بيبقى حلو وطعم. فانا بنرش على الوش احسن، يعني بعد ما تنصب بنرش على الوش كده احسن. وهنا في الحله بيطعم برضه الشيف. طبعا هو بص يا استاذ علي، هو جوز الهند كده او بيطعم، بس انا بنتكلم على حاجه في الصنعه. يعني انت لما تحط جوز هند كتير وبالذات الخشن، انما ده ناعم جدا اهو. الخشن بيخلي الكريمه بدل ما هي ماسكه كده تفصل من بعضها. ايوه. فلما تفصل خلاص تيجي تفضي طبق الكريمه تلاقيها فصلت، تلاقيها طشقت من بعضها كده وكل حته واحد في نفسه. ما يبقاش حلو. انما انا ما بفكرش انه يبقى كتير عليها، يعني حاجه بسيطه خالص تطعم بيها. نطفي نار اهو. خلاص كده. هنبدا نصب كده بقى. هنبدا بقى نصب كده ان شاء الله. كده الشيف احمد بدأ في الصب اهو. بص يا باشا. بص. اللهم صل على النبي. طبعا العلب دي لها غطيان يا شيف. كلها لها غطيانه، انا جايبها لها غطيانه. هتطلع تكاويه. وبعدين كمان عشان اي حاجه بتطير بتاع برضه الواحد يبقى شغلك في امان يعني. هي نظافه وكل حاجه. شغلك في امان. بس ما ينفعش نغطي دلوقتي يا شيف. لا لازم تبرد خالص. لا لازم تبرد خالص. تاخد جوز الهند على الوش وبعد كده نغطي زي ما انا عاوز. استاذ علي بتاع القوام بتاعها عامل ازاي؟ ما شاء الله. ما شاء الله. ان شاء الله. ولسه ما بردتش كمان. هنشوفها الشيف برضه لما تبرد خالص. ان شاء الله باذن الله لما نفضيها. ان شاء الله باذن الله. بألف هنا وشفا. خلي بالك يا علي، حاجه طالما بتنعمل لوجه الله بتبقى حلوه طبعا. خالصه يبقى فيها بركه سبحان الله تعالى. من عند ربنا. بيكون طعمها حلو كمان. وبعدين دايما احنا بنقول في شغلنا ينفع بنيه صاحبها. طول ما انت نيتك سليمه بنقول بالهنا والشفا ربنا يبارك في الحاجه. صح. واخد بالك؟ طول ما انت جامد في الحاجه وحاسب واعمل وخلي لا مش احسن حاجه برضه. والله العظيم دايما طول ما انت مسامح في الشغل اللي انت بتعمله في الاكل اللي الناس بتاكله بتلاقي البركه من عند ربنا سبحانه وتعالى. اكيد طبعا. واخد بالك؟ اهو اللهم صل على النبي.
شوف نازله كريم شانتيه خلاها بص رز بلبن، خلاها في مكان تاني خالص. بص سلم ايدك يا شيف. الله يخليك يا باشا، الف هلا وشفا. كده الشيف احمد بيقفل الغطيان اهو. ادي الغطا اهوت وادي العلبه اهي. اهي حاجه حلوه شكلها نظيف، تطلع مع الوجبه فوق السرفيس كده فوق الطبق، حاجه نظيفه يعني. وبعدين برضه لا حاجه لا طائر ولا حاجه بتطير ولا عفر ولا الكلام ده كله. ما شاء الله جميله الشيف. شكلها حلو ونظيف، وبعدين مش مالينها جامد يعني، يا دوبك بس على قد الفرد كده من هنا الشيف. ايوه طبعا لكل فرد واحده شيف. لكل فرد واحده ان شاء الله. 900 او 1000 عامه، احنا عاملين 900 وجبه بالظبط، او 900 فورمه بمعنى اصح. تمام. لسه هنعبي تاني برضه. والله هقول لحضرتك على حاجه، لو احتاجنا بكره هنجيبه عشان نبقى صريح، ما احتاجناش يبقى خلاص هم طلعوا 900 وخلاص. تمام ان شاء الله. وكده ان شاء الله نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. كان معانا طريقه عمل المهلبيه مع الشيف احمد عباده. السوشيال لايك والاشتراك، وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.